يا حبيب قلبي هذه الدنيا دار بلاء. ده كل ليلة بتقرأ سورة الملك بدايتها ايه؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الحياة خلقت لتبتلى، ده معنى الحياة. طب يعني ايه ابتلى؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى معنى من معاني الابتلاء في سنته بقى: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فناظر كيف تعملون، ده معنى البلاء، الابتلاء بالدنيا. إن الدنيا حلوة، خلقها الله هكذا، خلقها فيها شهوات تحبها. خلي بالك الدنيا حلوة دي هي حلوة نسبيا، يعني انت شايفها حلوة، انما في حقيقتها هي لا حلوة ولا حاجة. يعني هي بس انت عشان ايه؟ حببت اليك. حببت، شايفين اللفظ ده؟ زين للناس. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، فهي زينت لك، حببت لك بس. إنما حقيقة الدنيا إنها ولا حاجة في الآخرة، ولا حاجة فعلا. فالدنيا دار بلاء. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا، اللي هي إيه؟ حلوة خضرة، اللي هي إيه؟ زينت لكم، اللي هي إيه؟ حببت لكم. فاتقوا الدنيا. سهلة ولا صعبة؟ صعب. ما هي حببت، ما هي زينت، ما هي حلوة خضرة، ومع ذلك يأتيك الأمر فاتقوا الدنيا. خلي بالك من الدنيا. ده معنى البلاء المجمل في الآية: فجعلناه سميعا بصيرا نبتليه. فده تفصيل البلاء. ولذلك يا جماعة في الحديث حفت النار بالشهوات، اللي هي الدنيا. يبقى حببت وزينت، وما الدنيا إلا الشهوات: الفلوس والنساء والعقار والدابة والمنصب والشهرة، شوية شهوات، هي دي الدنيا. هذه الشهوات اقتحامها يعني اقتحام النار. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. يبقى ما معنى الحياة؟ الحياة ابتلاء. أين ذلك في كتاب الله عز وجل؟ في سورة بتقراها كل أسبوع: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. في سورة بتقراها كل ليلة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وما معنى وجودك أنت في الحياة؟ ما معنى وجودك أنت في هذه الحياة؟ أنت ما موجود ليه؟ برضو ربنا ما سبكش كده. ربنا أتى بلفظ صريح: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. فأنت لم توجد في هذه الدنيا إلا لمعنى واحد: أن توحد الله عز وجل. أن توحد الله عز وجل عبادة، وأن توحد الله عز وجل قصدا وطلبا واستنادا، وأن توحد الله عز وجل إيجادا، يعني هو الموجد لكل شيء سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء وهو الفاعل لكل شيء. أنت ما خلقت إلا لهذا.